عارف، أنا عشت سنين طويلة فاكرة إني بحبك، بس للأسف اكتشفت إني بحب الصورة اللي كان نفسي أشوفها فيك. أما أنت بقى فما بتحبش حد أصلا، أنت بتحب نفسك وبس، شغلك، طموحك، حتى أنانيتك. أنا كنت مرايتك اللي بتعكس فيها نفسك، بس خلاص المراية دي اتكسرت وأنا مش ناوية ألمها تاني. في نوع من الأزواج بيبقى وجوده في حياة زوجته زي قلته، ده بالعكس بيبقى وجوده أصعب من غيابه خالص. الزوج ده للأسف بيبقى ما عندوش ولا نخوة ولا غيرة، ولا بيحس إن مراته محتاجاله أصلا، ولما حد يتعدى حدوده معاها يسكت، لا ده كمان بيبرر سكوته، أو حتى يضحك ويفضل يسأل هو في إيه؟ مالك مقفورة ومكبرة الموضوع كده ليه؟ أما هي فبتسأل نفسها هو فين الراجل اللي المفروض يحميني؟ هو فين الراجل اللي المفروض يكون أماني؟ للأسف النوع ده من الرجالة موجود حوالينا كتير، ولازم نعرف بيبقى وراه إيه؟ إيه سبب عدم نخوته؟ إيه سبب عدم رجولته؟ يا ترى ده طبع فيه ولا تربية مأثرة عليه؟ طبعا مش بالضرورة إن هو طول ما هو ماشي هيعمل مشاكل وهيعمل خناقات، بس لازم يحسسها بالأمان ضد أي حد ممكن يأذيها. لكن لما الزوجة بتلاقي نفسها بقت في الهوا بيبقى الأمر صعب عليها. أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم موف أون، ومعاكم النهاردة زي ما عودناكم هنستعرض مشكلة جديدة في حلقتنا الجديدة. تعالوا مع بعض نسمعها سوا. مشكلتنا النهاردة بتقول بقى عنده غياب عن الغيرة والإحساس وكمان الرجولة. في البداية كنت شايفاه راجل هادي عاقل متزن رزين، وكنت بقول لنفسي هو ده الراجل اللي بدور عليه، واحد عاقل مش بتاع مشاكل، مش ماشي يخبط يمين وشمال. لكن مع الوقت بدأت أكتشف إن الهدوء اللي فيه ده مش حكمة، ده برود، وإن التفاهم اللي حلمت بيه طلع لا مبالاة. كنت بستناه يغير، يحميني، يقف جنبي لما اتعرض لأي موقف مهين أو أي حد يضايقني، لكن هو كان بيقف ويتفرج عليا كأنه لا شايف ولا سامع ولا حتى حاسس إن مراته جنبه، كأني بالظبط كده حاجة ما تهموش. الناس كلها تبص، تتكلم، تتعدى حدودها، وهو ساكت. وكل مرة أبصله واستنى فيها ردة فعل منه أو حتى نظرة دفاع عن نفسه، كلمة، رجولة، شهامة، بس للأسف ولا كأنك بتحركي ساكن، ولا بيتهزله أي إحساس. اللي المفروض يبقى درعي وأماني بقى جدار بارد، لا بيحس ولا بيحمي. وبالتدريج الحب اللي كان جوايا كله اتكسر واتهد، والأمان ما بقاش موجود، للأسف كله اتبخر. والاحتواء اللي كنت بدور عليه راح هو كمان. حتى نفسي ما بقتش لاقياها، بقيت حاسة إن في علاقة من طرف واحد وهو يدوب آخره يقف ويتفرج. طبعا النوع ده من الرجالة للأسف بنشوفه في حياتنا كتير، وفي ناس كتير بتعتبر إن ده أمر عادي. أنا راجل كول، أنا راجل بيس، إيه المشكلة؟ ليه لازم أعمل مشكلة عشان تحس إن أنا بخاف وغير عليكي؟ مراته تبقى ماشية جنبه تتعرض لمواقف سخيفة كتير، وهو ولا كأنه شايف ولا كأنه سامع، ولما تيجي تعاتب وتتكلم تبقى بتكبر المشكلة وشايفة إن تفكيرها عقيم ورجعي، وشايف إن من الرجولة إني أكبر دماغي، مش لازم أعمل مشكلة وإنتي معايا. هل ده صح؟ أكيد في كل الأحوال مش صح. أكيد كل واحدة مننا محتاجة تحس بالأمان، ومحتاجة تحس إن هي ماشية جنب حد بيحميها، هي مش ملطشة لأي حد، وإلا كانت فضلت في بيت أبوها أحسن، أبوها اللي طول عمره بيبقى أمان ليها. وفي ناس تانية إن شايفة ده رجعية وتخلف، وإنك حاجة حلوة جدا، وأي حد حوالينا من حقه يعبر عن رأيه فيكي. أنا متجوز جوهرة، أنا متجوز واحدة حلوة، كل الناس لازم تشوفها حلوة، بيعتبر إن ده فخر
فخر ليه إن ماشي جنبه ست حلوة. للأسف في حاجات كتير اتهدمت، وفي وعي كتير ما بقاش موجود عند الرجالة كتير. طب يا ترى الزوجة المفروض تعمل إيه لما تتعرض لموقف زي ده، والمفروض إن جوزها وأمانها معاها وهو ما بيعملش حاجة؟ هل تستمر ولا تنسحب بهدوء؟ طبعا أنا شايفة إن المواجهة في الموضوع ده هي الحل. أنا لازم أواجه ولازم أتكلم مرة واتنين وتلاتة. فين رجولتك؟ فين نخوتك؟ فين غيرتك عليا؟ الغيرة مش مجرد جنان أو إن أنا أمشي أعمل مشاكل في الشارع. الغيرة حب واحتواء. أغير عليكي يعني بحبك، أغير عليكي يعني أنتي حتة مني. لما ده ما يبقاش موجود ملوش مسمى غير إن مفيش حب. بلاش نفكر بعقلية الجيل الجديد، أنا كول وبيس وما بحبش أعمل مشاكل فهو ده الصح. لازم نرجع لعاداتنا. في عادات اتخلينا عنها، بس للأسف العادات دي من أجمل ما يكون. أنا مش عايزة راجل يمشي يضرب ويتخانق، أنا عايزة راجل حكيم يعرف يقدر الموقف ويتصرف فيه صح. لازم الست تحاول تحمي نفسها وتتكلم، بس لما توصل لحيطة سد ساعتها مش هينفع تعمل أي حاجة غير إن هي تقف وتاخد موقف ضد الحياة اللي هي عايشاها. طب فرضا هي ما قدرتش ووصلت معاه إن هو ده اللي عندي، يبقى ساعتها الحل إن لازم ندخل طرف تالت. وأنا ما بقولش إن إحنا ندخله بسهولة، بالعكس، المشكلة لما تبقى بين الزوج والزوجة ده أفضل بكتير من إن هي تطلع بره. بس إحنا وصلنا لحيطة سد مش عارفين نوصل لحل، لازم أستعين بطرف تالت، سواء إذا كان حد من أفراد العيلة، بابايا، حماية، حد كبير يقدر يتدخل ويقدر يفهمه يعني إيه زوج، يعني إيه راجل عنده نخوة، يعني إيه راجل المفروض يبقى حمى ودرع للست اللي ماشية معاه. طب المشكلة ما اتحلتش للأسف وأنا وهو مش عارفين نتصرف، يبقى ساعتها لازم أروح لاستشاري، أروح لدكتور نفسي، أروح للايف كوتش، أتكلم معاه. بس قبل كل ده ما يحصل لازم هو يبقى معترف إن عنده مشكلة ويبقى عنده استعداد إنه كمان يحلها. لأن هو لو راح معاها لأي حد من اللي أنا قلت عليهم وهو من جواه مش مقتنع، تفتكروا المشكلة هتتحل؟ بالعكس، دي هتزيد، وهيعتبر إن الدكتور أو اللايف كوتش اللي هو رايح له ده عبء ولود عليه، وأي نصيحة هيديها له هيبقى شايف إن هو ظلمه وأنا كده ماشي في طريق غلط. يعني معنى كده إن البداية لازم تكون من عندي، لازم أقف مع نفسي وأعرف إيه الصح وإيه الغلط، ولو معرفتش أستعين بحد يساعدني. هي دي الحياة، بتعلم وبقع وبقوم وقع وأقوم تاني. إمتى الست تحس إن هي اتكسرت من جوه وكسرها ده ملوش علاج؟ لما توصل لنقطة النهاية. أنا حاولت وسعيت ورحت وجريت، بس للأسف هو خلاص مش مستجيب وما بقاش عنده استعداد وشايف إن أنا بقيت عبء ولود عليه. طب هل أنا هفضل أدافع عن نفسي على طول؟ هل أنا هفضل أواجه كل الحياة لوحدي؟ استحالة، لأن هاجي في وقت هضعف ومش هقدر أواجه. في ستات للأسف نفوسها بتبقى أحيانا ضعيفة، ممكن تنجرف في الحياة وفي المود اللي هي عايشة فيه، وتبدأ تدور بره البيت عن حد يصونها لأن هي مش لاقية ده جوه البيت. ما ينفعش أقع في الغلطة دي، وقبل ما أقع فيها لازم أعمل ستوب. لو البني آدم اللي معايا مش عارف قيمتي ومش عارف يكمل، للأسف أنا هضطر أخد الطريق التاني وهقف وهدافع عن نفسي، وهبدأ بداية جديدة أدور فيها على حياتي اللي راحت، وهبدأ من أول وجديد. مفيش حاجة اسمها خلاص خلصت الحكاية، مفيش حاجة اسمها الوقت عدى. دايما في أمل جديد، وفي بسمة، وفي حياة، وفي ناس حوالينا كتير بتحبنا وبتدعمنا وبتبعدنا دايما عن الأشخاص المريضة اللي ممكن تأثر علينا. واوعي في يوم من الأيام تتأثري بأي عادات أو تقاليد غلط لمجرد خليكي كول وخليكي فري. أنا كول وفري بس في حدود المعقول، لكن وقت الجد أنا ب100 راجل وأقدر أدافع عن نفسي كويس لو ما لقيتش الراجل اللي يدافع عني. ومعانا عايزة أقول لكم رسالة في نهاية حلقتنا. رسالتي ليكم موجهة لكل الستات والرجالة كمان اللي بيسمعوني. لكل ست حاسة إن هي لوحدها، افتكري إن كرامتك مش قابلة للمساومة، وإن الرجولة مش مجرد لقب بتديه الست للراجل اللي عايش معاها.
دي وصفة جوه الراجل، حاجة كده موجودة جواه، هو اللي بيثبتها أو يثبت عكسها. ولو فقدتي الأمان اوعي تفقدي الثقة في نفسك. يمكن البعد بيكون مؤلم، بس ألم القرب من شخص ميت إحساسه صدقيني بيوجع أكتر. ونيجي مع بعض في ختام حلقتنا ونقول: الرجولة مش صوت عالي ولا عضلات مفتولة، الرجولة مواقف وكلمة تتقال وضمير صاحي حتى لو كل اللي حواليه نايم. عديم الرجولة مش ضعيف، عديم الرجولة هو اللي بيختار الأذى بدل الاحترام والسكوت بدل المسؤولية. وفي زمن بيخلط ما بين الرجولة والتسلط لازم نرجع للمعنى الحقيقي للرجولة، وإنك تكوني إنسانة أو إنك تكون إنسان قبل ما تكون راجل. كنت معاكم في برنامجكم موف أون، البرنامج اللي دايما بيفكرنا إن الرجولة فعل مش مجرد لقب.